المهندس محمد المزغي شاب ليبي ترعرع في هذا الوطن، نما في أوساط عائلة من مثلنا مثل الآخرين. قد تكون نوعا ما نشأتنا هي فيها نوع من المحافظة أو عائلة محافظة. درسنا في البلد وتخرجنا ونلنا الشهادة الابتدائية مثل ما حضرتك تريد الآن، من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية ثم لمرحلة التعليم الجامعي، وتخرجنا في تخصص زي ما تفضل حرف هندسة الإنتاج والتخطيط، وانطلقنا في الحياة. ثم أهلنا نفسنا وفقا لمقتضيات الحاجة في هذه الدنيا الصعبة، أهلنا نفسنا تأهيل عالي، تحصلنا على شهادة عليا. وبالنسبة للخبرة في إدارة الشؤون العامة، المهندس محمد المزغي يتمتع بقدرة عالية جدا على الاستماع للفريق. المهندس محمد المزغي ليس يعني إنسان لوحده يقرر، يفكر ويقرر وينفذ، لا، إذا كنا حتى في المشاريع الخاصة سواء في شركات أدرناها أو في مشاريع أشرفنا عليها أو في برامج غير مقصود منها التربح، كنا دائما نسمع بشكل جيد للفريق، روحنا روح فريق. الشيء اللي نركز عليه فكر الجمعي، كمال لله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلم كل شيء. هذه الوحدانية ليست لي وليست لك وليس لأحد من البشرية على وجه الكرة الأرضية، احنا فكرنا مكمل لبعض، فخبرتنا تكمن في خبرة فريقنا أيضا في العديد من قطاعات الحياة. نحن لا نتحدث عن شركة خاصة، نحن نتحدث عن دولة مترامية الأطراف، فيها شعب وفيها مقومات وفيها ثروات طبيعية، فيها تاريخ وماضي عريق جدا، ونبحث عن المستقبل. للمستقبل نحن نجمع جميع هذه العناصر ونضمنها في المشروع. فالمهندس محمد المزغي لا تعتقد انه يفهم في كل شيء، لا، يجيد إدارة الفرق، يجيد التعامل مع الأزمات، نتكلم بواقعية. ديدننا في هذه الحياة ونظريتنا هي المحصلة وليست الدوائر والمربعات. ففي أناس هم المفكرين من إخواننا ليبيين درجة الوطنية أعلى منا بكثير، أفضل منا في مجالاتهم، نحن نستمع إليهم جيدا، وبالليبي نعطف الخبز لخبازة لكي نحصد النتائج جميعا.